ليفربول يصل إلى التوقف الدولي وهو متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي، وأيضا متصدر دوري الأبطال. هل الجملة دي أنت كنت متوقع إن أنت تسمعها من شهرين ثلاثة؟ أنا أقول لك يا صديقي، لو هنتكلم على بداية الموسم بعد ما رحل كلوب وشعرنا إن في مدرب جديد جاي خلاص لليفربول، وهو عرفنا بعد كده ان هو كان ارني سلوت. وطبعا رحيل كلوب كان معروف من الموسم اللي فات، وعشان كده كان البحث مستمر من ساعتها عن مدير فني يليق باسم ليفربول علشان يكمل المنافسة مع السيتي جوارديولا ومع ارتيتا ارسنال وكده. ولكن كان طبعا من الغير المتوقع ان ارتيتا او السيتي يفرطوا في ان هم بقالهم سنتين هم اللي بيتنافسوا على اللقب. اي نعم السيتي هو اللي بياخد اللقب، ولكن كان المنافس الرئيسي والمباشر بتاعه هو ارتيتا ارسنال. وبعد ما طبعا تم التوقيع مع ارن سلوت كان في ناس كتير جو متشككه ان ارن سلوت ممكن ان هو يحيي الارث بتاع يورجن كلوب، خصوصا ان يورجن كلوب عمل تاريخ كبير جو مع ليفربول مش بس القاب. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن حقيقه ارث يورجن كلوب مع ليفربول، ان هي مش بس على عدد الالقاب اللي حصل عليها مع الريدز. ولكن ارن سلوت مع بدايته كانت البدايه موفقه، قدر انه يكون متواجد مع الفريق في البري سيزون، وقدر من خلال البري سيزون ان هو يحصل على عدد كبير جو من المعلومات عن الفريق، وقدر ان هو يكون منظومه قويه. وده اللي كنا احنا على امل ان احنا نشوفه في المباريات اللي بعد كده او مباريات بدايه الموسم، علشان نقدر نقيم ارن سلوت اذا كان هيكون مدرب كويس جو مع ليفربول او مدرب على الله وهيمشي بعد اول 10 15 ماتش. ولكن النهارده بعد مرور 11 جوله من البريمير ليج واربع جولات من دوري الابطال، اكيد يا صديقي دلوقتي محدش يقدر يشكك في ارن سلوت. اي نعم هو وارد جو ان هو يوجع زي ما وجع مع نوتنجهام فورست قبل كده على الانفيلد، وارد جو كمان انه وجع في اي مباراه جايه بعد كده. ولكن المحصله نقدر نقول ان ارن سلوت النهارده من اهم المدربين على الساحه الرياضيه في العالم. كمان ارن سلوت النهارده قدر ان هو يحطم ارقام قياسيه كتير جو بالفوز على استون فيلا امبارح. مش بس ان هو اول مدرب في تاريخ ليفربول ان هو يفوز في 15 مباراه من اول 17 مباراه يخوضها مع الفريق، ولكن كمان فكره ان هو يكون بيقدر ان هو يكسب بكلين شيت باداء ممتع باداء متميز بعدد كبير جو من اللاعبين. انت عارف ومتاكد ان هم دول اللعيبه الوحيدين الموجودين في ليفربول. ولكن هي مش فكره مين ال 11 لاعب او ال 12 لاعب اللي بيلعبوا، لا هي فكره هم بيلعبوا ازاي وبيلعبوا فين واماكنهم وتوظيفهم في الملعب. هي دي الفكره والعبقريه اللي بيعملها ارن سلوت. الفتره اللي كانت ما بين اعلان رحيل يورجن كلوب لحد ما رحل لغايه نهايه الموسم كان في شويه تخبطات وفي انكسار في مستوى ليفربول، وده اللي خلى ليفربول بعد ما كان بينافس على كل الالقاب طلع تقريبا صفر القاب، هو بس كاس وحيد اللي خدناه. هي الفكره كلها اللي انا عايز اوصلك في ايه، ان الفتره دي كلها كل الناس كانت بتتكلم ان في لعيبه في ليفربول لا تعوض. وهي الفكره صح، اي لعيب في العالم فعلا ممكن يكون لا يعوض. ولكن هو ايه اللي لا يعوض، اللعيب ولا الوظيفه اللي بيعملها في الملعب؟ انت النهارده عندك ناس كتير جوه في الملعب بالنسبه لليفربول او بالنسبه للاعيبه ليفربول فعلا لا تعوض. يعني محمد صلاح النهارده لا يعوض، حتى ارني سلوت نفسه اتكلم عن محمد صلاح في بدايه الموسم في البري سيزون. لما اتسال عن محمد صلاح كان بيقول ان محمد صلاح لعيب كبير ولعيب قوي وهو واحد من نجوم الفريق ومفيش نجم معين للفريق. النهارده ارني سلوت بيتكلم عن محمد صلاح وهو بيحسم له مباريات كتير في المباريات اللي خاضها ليفربول، ويتكلم عنه ان هو بيقول لك ان محمد صلاح النهارده في مصاف الكبار لا يقل قيمه عن ميسي ورونالدو. وده الاعجاز اللي احنا بنتكلم عنه، ده فعلا لعيب لا يعوض. انما لو انت هتتكلم عن مركز لا يعوض او وظيفه لا تعوض، لا. انا واحد من الناس ضد فكره ان انا يكون عندي لاعب ومهمته بس في الملعب يقول لك ده احسن حامل للكرة في الملعب، ده احسن قاطع كرات في الملعب. لا انا ما بحبش القصة دي. انا واحد من الناس بحب اتفرج على الكورة، كل اللعيبه تعرف تمشي بالكوره، كل اللعيبه تعرف تقطع الكوره. يعني انت النهارده بتتكلم عن في ناس كتير جوه بتتكلم ومحللين كبار يجي يقول لك جرافنبرخ مع ليفربول تحاول ان هو يكون افضل قاطع كرات في الملعب. جرافنبرخ يا جماعه مش قاطع كراته بس. يعني انت الكوره النهارده لما تكون في ناحيه الباك الشمال في مكان زي مكان روبرتسون امبارح عمل مباراه ولا اروع، بيسكت كل الناس وانا واحد منهم اللي اتكلمنا عنه في المباريات اللي فاتت وقلنا ان هو خلاص كبر والمفروض ان هو يريح على الدكه ويكون سيميكاس بيشارك مكانه. النهارده الكره بتتقطع في مكانه، هو اللي بيقطع كل الكرات. فين بقى وظيفه جرافنبرخ وان هو افضل قطع للكرات في منطقه الباك الشمال؟ طب بالنسبه للباك اليمين بعد ما ارنولد طلع من ارض الملعب وكمل برادلي، قطع الكرات اللي كان بيعمله برادلي ده هتقدر تنسبه لجرافنبرخ برضو؟ لا. هي الفكره في كده، كل اللعيبه
مع الضغط العالي زي ما كان بيعمل يورجن كلوب زمان، لازم ان كل اللعيبه تكون افضل لعيبه في مراكزها، بتقدر ان هي تقطع الكوره، وافضل لعيبه كمان بتقدر ان هي تجري بالكوره وتمشي بالكوره على مسافات كبيره. اللي بيعجبني في ارن سلوت في الكلام اللي انا بتكلم لك عنه ده كله، ان هو فعلا بيطبق الكلام اللي انا بقوله. هو النهارده ارن سلوت كل اللعيبه بتقطع الكوره، كل اللعيبه بتعرف تمشي بالكوره، كل اللعيبه النهارده، انت النهارده دلوقتي بتبص على نص الملعب، ثلاثي نص الملعب، اذا كان جرافنبرخ ولا ماك اليستر ولا سوبوزلاي، وكمان عليهم جونز، وكمان عليهم اليوت لما كان قبل ما يتصاب، انت بتبقى عارف ان في ثلاثه معينين هيلعبوا. يعني احنا امبارح كلنا، كل العالم عارف ان جرافنبرخ، عارف ان ماك اليستر، عارف ان كان هيبقى سوبوزلاي او جونز، بس ما تعرفش هيلعبوا ازاي. انت عارف ان جرافنبرخ بيكون رقم 6، بس كان بيجي عليه اوجات كتير جوه في الملعب ما بيكونش رقم 6، بيكون رقم 8، وبيكون احيانا رقم 10. ماك اليستر كان بيكون رقم 6 وبيكون رقم 8. جونز، سوبوزلاي لما نزل، سوبوزلاي امبارح لما نزل ساهم بشكل كبير جوه في الهدف الثاني. وبصراحه سوبوزلاي من الصفقات الناجحه قوي اللي دخلت ليفربول. كل اللي عايز اقوله لك يا صديقي ان هنيئا ليك لو انت مشجع لليفر، هنيئا ليك ان انت هتخش التوقف الدولي وانت متصدر اقوى مسابقتين على مستوى العالم، دوري الابطال والدوري الانجليزي، وكمان الدفعه المعنويه ان انت متصدر الدوري الانجليزي بفارق 5 نقاط عن السيتي اللي بينهار المباراه الخامسه على التوالي، بيسقط. السيتي ما تعرفش، في حاجه غريبه قوي يعني، عارف السيتي، يعني انت لو ما تعرفش جوارديولا او مش واثق في جوارديولا انه كده كده هيجوم من تاني، انا كنت ممكن اتوقع ان ممكن جوارديولا يقال بعد ماتش برايتون امبارح. انت امبارح ماتش زي الزفت، ولكن قدر هالاند ان هو يسجل هدف بعد ما ضيع 600 الف فرصه، ولكن قدر ان هو يسجل هدف وكان متقدم الفريق 1-0 فجاه بدون اي مقدم انذار. ما تعرفش ايه اللي بيحصل كده، فجأة يتعمل عليك ريمونتادا في خلال 10 دقايق 2-1 لبرايتون، وما تقدرش انت كسيتي، انت يعني خليك متخيل النقطة دي، كفريق السيتي ما يقدرش ان هو يوصل للمرمى عشان يقدر ان هو يتعادل ويسجل هدف ثالث. فما تعرفش بقى جوارديولا نوع على ايه الموسم ده، وارتيتا كمان اللي بيخيش خالص. فانا بوجهه نظري يعني، انت خلي بالك النهارده كل يوم احنا بنتجرأ شويه على بعض، وبقول لك دلوقتي وجهه نظري ان ليفربول ان شاء الله قريب جدا 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 من ان هو يتوج ببطل الدوري الانجليزي. اتمنى يا صديقي تكون الحلقه عجبتك، ولو كنت نسيت ان انا اقول لك اعمل لايك، فلو وصلت للنقطه دي يا ريت تعمل لايك. اه بالمناسبه انا عارف كده كده ان محدش بيتفرج عليا، انا اصلا الحلقه اللي نزلتها اخر مره انا بس اللي شفتها يعني انت لو دخلت عليها هتلاقيها 1 فيو. فاتمنى يا صديقي يبقوا 2 فيو المره دي. يلا سلام.